ساعات بتزعل لأنك فقدت حاجة معينة وكان قلبك متعلق بيه قوي، زي سيدنا يعقوب كده بقى أعمى من كتر الحزن على سيدنا يوسف. ربنا بيقول: وابيضت عيناه من الحزن. السواد اللي هو نن العين ده اختفى وبقت عينه كلها لونها أبيض من كتر الحزن. وبعد سنين كتير قوي لو ما كانش سيدنا يوسف بعد عن أبوه كان تلتين سكان العالم ماتوا، ومن ضمنهم سيدنا يعقوب وولاده، لأن سيدنا يوسف أنقذهم من المجاعة اللي كانت هتحصل. وما كانش سيدنا يوسف هيبقى وزير ولا كان هيبقى ليه شأن، وما كانش بقى نبي، وما كناش لغاية دلوقتي بنتعلم من أخلاقه. كان هيبقى مجرد راعي غنم. وربنا رد لسيدنا يعقوب بصره من جديد وفرحه بابنه ولم شملهم. يبقى كده ربنا بعد عنه حاجة هو كان بيحبها عشان يردها له تاني بطريقة أحسن. ممكن يعوضك بنفس الشخص زي اللي حصل مع سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، وممكن يعوضك بشخص تاني يغنيك عن الدنيا كلها. مش بس شخص، ممكن وظيفة وممكن أي حاجة تانية. سيدنا محمد فقد السيدة خديجة اللي قلبه كان متعلق بيها، وربنا عوضه بالسيدة عائشة اللي قال عليها إنها أحب عباد الله على قلبه. أي حاجة أنت بتخسرها تلاقي نفسك زعلت عشان خسرتها، وتلاقي والله ربنا بيعوضك بالأحسن منها. أكيد ربنا شايل الأحسن على طول، مش بيعمل حاجة وحشة. حتى لو الوحش جالك لازم يبقى جواه خير ليك.